ما هو لما انا اقرر ان انا اخس يبقى انتوا كمان لازم تخسوا معايا، وتعرفوني بتعملوا ايه وبتساعدوا نفسكم بايه، وايه المشروبات اللي بتاخدوها علشان تنزل المية اللي هي زيادة في جسمكم. اول حاجة كده انا بدأتها النهاردة، جبت العيش ده بالحبة الكاملة اللي هي القمح، الحبة الكاملة. بس تقدروا يعني تستعملوا بداله العيش اللي هو السن او العيش البلدي، لان ده بصراحة هيبقى مكلف ومش هنلاحق ان احنا نجيبه على طول في رحلة الدايت دي. تاني حاجة حطيت عليه كده مسحة جبنة كريمي بالقشطة اللي هي طبيعية، مش كتير كده. بعد كده جبت كمان حبيتين كوسة وقطعتهم شرايح وشوحتهم في معلقة زيت، وكنت متبلاهم بملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا ورشة توم باودر ورشة بصل باودر، ورحت مشوحاهم من الجنبين الاتنين على الجريل. بعد كده تقدري تحطي سلامي او تحطي اي نوع تحبيه، واي نوع خضار تحبيه، انا برضو بحب احط الفلفل المشوي. بعد كده لفيتهم كده، وهو سندوتش واحد كفاية لانه كبير، يعني انا كنت في دماغي ان انا هفطر بالاتنين، لا الواحد بس كان مشبع جدا وجميل. قولولي بقى انتوا بتعملوا ايه علشان تساعدوا نفسكم في الدايت. ده كان الفطار. بعد كده هبقى انزل لكم الغدا والعشاء، وبرضو لو حبينا ناخد سناكس كده في النص ولا حاجة. احنا مش هنحسبها سعرات ولا هنصعبها على نفسنا، احنا هنحسب كميات، هنقلل الكميات، هنقلل السكر، هنقلل الاملاح اللي هو الملح في الاكل، هنكتر الخضار، هنكتر المشروبات، هنحاول ان احنا مثلا نشرب كرفس، نشرب بقدونس. المشروبات دي بتنزل المية الزيادة في الجسم، وكمان حلوة للي عنده حصوات على الكلى وكده. عايزاكوا بقى تقولولي انتوا بتعملوا ايه علشان تساعدوا نفسكم. هنساعد بعض كده وهنخس بطريقة بسيطة ومبسطة. هنا عملت كوباية شاي، ما اقدرش ما اشربش شاي على الفطار، حتى لو شربت اي حاجة طول النهار هو لازم الشاي الصبح كده. حاولي ان انت تقللي السكر. انا عن نفسي من الناس اللي ما بحبش السكريات ولا الحلويات ولا الكلام ده، يعني بالكتير يومي كله هيكون يجي 3 معالق سكر مش ملانين، لان انا بشربهم مثلا كوبايتين شاي في النهار مش اكتر من كده. حددي بقى لنفسك وهنقلل مع نفسنا كده، وان شاء الله هنخس بطريقة بسيطة ومش مجهدة، ولا نقعد نحسب السعرات ولا كده. زي ما بقول لكم هنحسب الكميات، ومنه ننسى الميزان ده خالص. يلا قولوا لي بتعملوا انتوا كمان.